والله انا بحبها وحبيتها والله، ولو لقيت ابوسها في راسها والله زي امي واحد والله. والله زي امي، نحن ما بنعرف ظروفها شنو وما بنعرف الوضع هو اكيد. شنو. لكن والله يعني بجد يعني انا ذاتي تاثرت بجد يعني لكلامها، مره طيبه ومره هنا. لكن في زول بس طرفي كده حاول يستغلها استغلال ما حلو. فما تلعبوا بمشاعر الامهات، ما تلعبوا بمشاعرهم يا جماعه. ولو دارين تعاملوا خير بجد، فتشوا يمكن عندها فعلا فاقدة بنت فاقداها فعلا يا جماعه. لان الزوله دي بتقول انا عندي بنتي ناديه احمد ادريس، في واحد جا قال لها بنتك اسمها نض القلعه. يعني شوفوا الكلام، في زوج جا قال لها بنتك اسمها نض القلعه وبقت حاسه فنانه. وانا واحده من الناس، انا واحده من الناس التربيه اللي تربيتها والله انا اخر زول يعمل في والده ولا يبعد من والده. انا زول قلبي كعب شديد، انا امي دي ما بقدر اخليها يا جماعه يوم واحد ولا ثانيه. واحب امي جدا، حبي لامي جاي في حبي للنسوان وللكبار السن كلهم. ده ما جا من فراغ، جا من حبي لامي. فعشان كده يا جماعه دائما يعني مشاعر الامهات والحاجات دي ما تستهونوا بيها، ما تلعبوا بيها. عليكم والله ما تلعبوا بيه عشان انتوا توصلوا لكم غرض، ولا عشان انتوا يعني تعملوا لكم حاجه تعمل لكم راو، ولا تطلعكم ترند، ولا تكبر صفحاتكم، ولا تستهدفوا بها نض القلعه. خدتوا نفسكم انه ممكن الزوله دي حاشاه محروق على جناها، وانتوا بتيجوا بتلعبوا بحاجه زي دي. والله بجد الكلام ده ما صح، ما صح والله العظيم. فيا ريت الناس تبعد من الامهات، تبعد من الكبار السن ديل. خلوا اشاعاتكم حاجاتكم دي في اي شيء فارغ، اعملوا زي ما دايرين تعملوا، ما هذا قاعد تعملوا، لكن بس ابعدوا من الناس ديل. لو انتوا عندكم تقدير لامهاتكم، لو عندكم تقدير للامهات وبتقدروا امهاتكم في بيوتهم، ما تلعبوا بمشاعرهم.